كشف الناطق الرسمي السابق باسم القصر الملكي حسن أوريد عن واقعة تخرج لوسائل الإعلام لأول مرة، عندما كتب أن الملك الراحل الحسن الثاني قام بتدخين سيجارة في نهار يوم شهر رمضان لسنة 1380 هجرية. وكتب حسن أوريد في النسخة الفرنسية من مجلة زمن على لسان الأمين العام السابق لحزب الاستقلال الراحل محمد بوستة أن الملك الراحل الحسن الثاني أشعل السيجارة في نهار شهر رمضان يوم وفاة والده الملك محمد الخامس، الذي صادف 10 من شهر رمضان 1380 هجرية الموافق ل 26 فبراير 1961 ميلادية. وتابع حسن أوريد قائلا: عندما أشعل الحسن الثاني سيجارته التفت إلى محمد بوستة وقال له: غد نرد، في إشارة إلى أن سلوكه كان بفعل تأثره فقط بوفاة والده الملك محمد الخامس، وليس بحكم أنه اعتاد عدم صوم شهر رمضان الكريم. ومن المعروف عن الحسن الثاني أنه كان مدمنا على التدخين، حيث أنه سبق له أن ظهر في العديد من المناسبات الرسمية واللقاءات الصحفية وهو يدخن السجائر الخاصة.